حياك الله. وينك يا متابعي؟ وينك يا صديقي العزيز؟ ما تتابع فيديوهاتي صار لك فترة، يعني عساك طيب، انت بخير؟ اوكي، سوي لي لايك كذا، لايك عشان اعرف ان انت بخير، يعني مش اكثر. عجبتني موقع الشمس لهون، هذه مش عاجبتني، شيلوا لي اياها او اعملوا نفسكم مش شايفينها، انا مش عاجبتني صراحة. قبل ما اتكلم كلمة كمان، انا ما عندي ذرة اكسجين، اوتو صغيرة هالقد ما عندي. جيت من برا على طول على الفيديو. شوفوا ما غيرت من نفسي، شعري ما تنفس، صار له ما ادري كم ساعه. ما اجيت مثلا وخلعت الحجاب وبعدين رجعت لبست عشان اصور لكم فيديو، لا على طول من برا لهون. طيب ليش بتسوي في نفسك هيك يا رومي؟ اقول لكم عشان انا مفروض الفيديو الماضي تبع علام الظهر كان ينزلكم يوم الاحد الصباح الساعه 7 بالضبط، واللي متابعيني على الانستغرام بيعرفوا انه انا كنت رح نزله خلص الساعه 7، بس حصل مشكله في الفيديو باي طريقه ما بده ينزل، لذلك ضليتني احاول فيه الحمد لله اخيرا زبط ونزل لكم اياه، بس نزل متاخر بعدها بكم يوم. لهيك هذا الفيديو يعتبر تعويضي، يعني انا بسوي لكم هذا الفيديو تعويضي غير الفيديوهات الاصليه اللي المفروض تنزل لكم يعني في اوقات ثانيه. روميتو سبيشل، انا عشان اتاخرت لكم بالفيديو بسوي لكم فيديو تعويضي، مش رح تلاقوا زيي. جهزوا اهم شيء المشروب، لا اهم شيء المشروب عشان تقدروا تركزوا معي. انا جهزته هون، في بواقي القهوة لسه ما ذابت، روحوا جيبوا، انا مستناكم، هيا انا مستناكم، يلا. شفتوا؟ خلاص تمام، 100 رحت المطبخ، شفتوا؟ لسه بجيب، يلا افتح الثلاجة بشوفك. اوكي تمام، حلو. اليوم رح نحكي عن الحمى او السخونة او الحرارة. قبل ما نبلش، الجو مغيم، لون الشمس ابيض، ما في شمس، في ضوء. بدي اصور لكم الحين، بس اخلي لكم اياه في اخر الفيديو عشان تشوفوا خلي الاشي الحماسي في اخر الفيديو عشان تتابعوا الفيديو. هذا يعتبر اشي تسويقي كويس من عندي، انا اخترعته. الحمى، ورح نستخدم اسمها اليوم المشهور السخونة. هي ارتفاع مؤقتي لدرجة حرارة الجسم، وهذا جزء واحد من الاستجابة الكاملة اللي يظهرها الجهاز المناعي في الجسم. وبالعادة بتحصل السخونة بسبب عدوى أو التهاب. ممكن معظم الأطفال والبالغين يحسوا بانزعاج بسبب الحرارة أو السخونة، أيا يكن شو تستخدموا الاسم، لكنها في الأغلب ما بتدعو للقلق. أما بالنسبة إلى الرضع في السخونة ولو بارتفاع طفيف هالقد في درجة الحرارة تعني الإصابة بعدوى أو التهاب خطير. السخونة بتنتهي خلال أيام، وممكن استخدام عدد من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لخفض درجة الحرارة، لكنك مش محتاج تعالجها إذا ما كانت بتزعجك، بس عندك درجة حرارة هيك وخلاص. تختلف درجات الحرارة في الجسم من شخص للثاني بشكل طفيف هالقد، وفي أوقات مختلفة من اليوم. تم تحديد متوسط قياس درجة الحرارة تقليديا بأنها من اليمين لليسار 37 درجة مئوية. يشار إلى درجة الحرارة اللي بتقاس باستخدام مقياس حرارة يستخدم بالفم وتصل إلى 37.8 درجة مئوية أو أكثر على إنها سخونة. ممكن هدول مؤشرات السخونة وأعراضها الأخرى اعتمادا على سبب السخونة. يعني إيش؟ عندك التعرق مثلي القشعريرة أو الارتجاف، الصداع، ألم في العضلات، فقدان الشهية، الجفاف، الضعف العام. ممكن تقيس درجة الحرارة بالاختيار من بين عدة أنواع من مقاييس الحرارة، لأنه في أنواع مختلفة، ومنهم مقياس الحرارة عن طريق الفم والمستقيم والأذن اللي هي طبلة الأذن، والجبهة الشريان الصدغي. وتقدم أجهزة قياس الحرارة عن طريق الفم والمستقيم عادة القياس الأكثر دقة لدرجة حرارة وسط الجسم. ورغم سهولة استخدام مقياس الحرارة عن طريق الأذن أو الجبهة، بس تظل قياسات درجة الحرارة اللي بتقدمها تكون أقل دقة. بتكون درجة حرارة المستقيم في الرضع أكثر دقة إلى حد ما إذا كان ذلك ممكنا. تقول للدكتور بدرجة الحرارة لازم تقول له بقراءة درجة الحرارة ونوع المقياس الحرارة اللي استخدمته. متى تروح للدكتور؟ زي ما حكينا قبل شوي، السخونة بحد ذاتها تدعو للقلق أو سببا لاستشارة الطبيب. بعض الحالات، إيش هذا؟ في كيس هون استنى أشيله. بعض الحالات اللي يجب عليك فيها طلب المشورة الطبية لرضيعك أو طفلك أو حتى نفسك تدعي السخونة القلق
بصفة خاصة، خصوصا لما تصيب الرضع والأطفال الصغار. وهون عليك بأنك تستشير الدكتور لما طفلك يكون عمره أقل من 3 أشهر وكان درجة حرارته من المستقيم، أحسن عندي مشكلة مع الأرقام العربية، 38 درجة مئوية أو حتى أكثر. أو لو من يكون عمره بيتراوح من 3 ل6 أشهر أو 3 و6 أشهر وسجلت درجة حرارته من المستقيم أكثر من 38.9 درجة مئوية، أو كان درجة حرارته منخفضة ولكنه في شوية عصبية أو في حالة خمول أو ما بحس بالراحة. وإذا كان عمره بين 7 و24 شهر وسجلت درجة حرارته من المستقيم أعلى من الرقم اللي احنا قلناه قبل شوي اللي هو 38.9 درجة مئوية واستمرت لأكثر من يوم واحد دون ظهور أي أعراض أخرى، وإذا ظهرت مؤشرات وأعراض أخرى كمان مثل سيلان الأنف أو السعال أو الإسهال، فيك هون تروح للدكتور في أسرع وقت. ممكن ما يكون في سبب يقلقك إذا كان طفلك مصاب بالسخونة لكنه بيبدي استجابة، والاستجابة هنا تعني إنه يتواصل معك بالعين ويستجيب لتعابير وجهك وصوتك ويشرب السوائل كمان ويلعب. اتصل بالدكتور عندما يكون طفلك أو أخوك الصغير خاملا أو مضطربا أو يتواصل معك بصريا بس بشكل ضعيف، عصبي أو يتقيأ بشكل مستمر أو يشعر بالصداع الشديد أو التهاب الحلق أو آلام المعدة أو عنده أي أعراض أخرى بتسبب له ألم شديد، هون بتروح للدكتور. كمان تروح للدكتور إذا مصاب بالسخونة بعد تركه في سيارة ساخنة على طلب الرعاية الطبية. تمام، اتفقنا؟ مصاب بسخونة مستمرة لأكثر من 3 أيام، هون تروح للدكتور. تروح للدكتور إذا كان مصاب بنوبة صرع مصاحبة للسخونة، بتتصل برقم الطوارئ أو رقم الطوارئ المحلي عندك في دولتك. إذا استمرت نوبة الصرع لأكثر من 5 دقائق وما تعافى الطفل بسرعة، روح للدكتور. اطلب من الدكتور تقديم إرشادات للحالة الخاصة كأن يكون الطفل مصاب بمشكلات في الجهاز المناعي أو مصاب بمرض موجود مسبقا. اتصل بالدكتور إذا بلغت درجة حرارة 39.4 درجة مئوية أو أعلى من هيك، واطلب العناية الطبية فورا إذا صاحبت الحمى أي من المؤشرات أو الأعراض اللي هقولها الحين: صداع شديد، طفح جلدي، حساسية غير معتادة للضوء الساطع، تيبس الرقبة والشعور بالألم عند ثني الرأس للأمام، ارتباك ذهني أو تصرفات غريبة أو تغير في طريقة الكلام، قيء مستمر، صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر أو في البطن، ألم مصاحب للتبول وتشنجات أو نوبات صرع. وهيك نكون انتهينا من الفيديو اللطيف تبعنا التعويضي. عوضتكم، هسا انتو تروحوا بالمعلومات انا حكيت لكم اياها هيك وانتو بتشربوا القهوة هيك وتلبسوا لكم نظارة عشان تبانوا مثقفين. تروح هيك عند العيلة تقولوا احد فيكم يعرف اسباب الحمى؟ يقول شو هو الحمى؟ تقولوا الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة. في حد بيعرف؟ كله حيقول بسبب هيك بسبب هيك بسبب هيك، ممكن يكون بسبب هيك. لا، بتقول له لا، يعني انت بتقول لي هيك عشان انت ما تبعت فيديو روميتو، فعشان هيك انا عندي معلومات مش عندك، مش غير متواجدة عندك، فانا اقول لك اياها الحين. روحوا تفاخموا هيك بالمعلومات اللي انا اعطيتكم اياها من جد عشان تثبت اكثر، فلما تيجي تطبقها تكون ثابتة اوريدي زي المذاكرة. يعني شيل هاي الطرحة اللي على شعري صار لها مليون سنة، شيلها عشان شعري شوي يتنفس. ممكن احد فيكم يصفق لي؟ انا اصفق لنفسي الحين عشان انتم مش موجودين معي. في احد عم بيسجل ومن قوة النيكوتين اللي جوا السجاير دخلت عندي، اجت عندي البيت من تحت لعندي. هاي كيف حتى القطة مستمتعة بالمنظر. صوت القطة السما صافية بيضاء اللون، القطة هربت. ما تنسوا تتابعوا الانستغرام jomito1u، هذا هو عشان هنزلكم فيديو، مش حكيت لكم انه هعوضكم، فهينزل ان شاء الله فيديو هون على الانستغرام. خليكم حذرول، خليكم جاهزين. يس، لا تنسوا تكملوها كالعادة عشان احنا ما بدنا نسرف، لا للإسراف، كملوها للكم. باي.